بني عبيد جنوب افريقيا يطيح بالزمالك من الكونفدراليه. يا نهار اسكت مش ساكت انا ولا يحصل. لبيب يجمد زيزو فيتجمد. الزمالك على صفيح ساخن بسبب مشكله محمد السيد زيزو واحمد حمدي الونش. الزمالك يخسر مباراه كانت الاقرب له على استاد القاهره من فريق جنوب افريقي اللي سميته بني عبيد جنوب افريقيا، اللي طاح بالزمالك من الكونفدراليه عشان يركز للدوري المصري. الدوري المصري الزمالك معاه 25 نقطه في المركز الثالث بعد الاهلي وبيراميدز. الزمالك احتماليه انه يكون وصيف للدوري المصري السنه دي ضعيفه جدا جدا جدا. الزمالك لازم يكون في ناس واعيه. الزمالك في تخبط اداري واضح. انت لاعب مضى للاهلي او مضى لاي حد، ليه بتجمده؟ ليه ما كملتش بيه الموسم؟ ده النادي الاهلي بعد احمد فتحي ما مضى لبيراميدز كمل بيه الموسم عادي. ايه المشكله انك انت كنت تكمل باحمد السيد زيزو لحد ما تشوف خطاه على فين بالظبط، ولكن انت بتجمده فتجمدت. الزمالك يحتاج اداره تكون واعيه، اداره تكون عندها من الفن انها تعرف تتعامل مع اللعيبه. لازم يكون في لجنه تقويم في نادي الزمالك خاصه باللعيبه، تقوم اللعيبه، تتكلم مع اللعيبه، تشوف اللعيبه عاوزه ايه، نفسها في ايه، ايه اللي مقصره، ايه اللي مقصر معاه النادي فيه، كل حاجه. انما الوضعيه دي وضعيه رجعيه جدا جدا جدا. ازاي انت لاعب بيلعب ليك حاليا ونجم النجوم بتجمده؟ اديك خسرت او قطعت من الكونفدراليه. طيب انت زعلان على احمد السيد زيزو ان هو مضى للاهلي او ما مضاش، وزعلان من محمد حمدي الونش انه بيتكلم مع النادي الاهلي او بيتفاوض مع النادي الاهلي او ما بيتفاوضش. طب ليه ما بتزعلش انك انت لعيبك بيروح لبيراميدز اللي هو خد منك الصف الثاني، خده رسمي منك؟ ليه مش بتزعل لما بتودي لاعب من عندك لبيراميدز؟ ايه قصه انك انت تودي لبيراميدز وتزعل لما لاعب يروح منك على النادي الاهلي؟ طب ايه اللي زعلك في كده؟ ما اعرفش. طب ايه اللي يخليك انت تدي اللاعب المميز عندك لبيراميدز؟ ليه تدي لبيراميدز وفي حين الاهلي لما ياخد منك لاعب تحس ان الدنيا قايمه ومش قاعده؟ ليه؟ ايه السبب؟ طب ما انت دون نادي ودون الاصل، النادي الاهلي هو الاصل، هو الاساس. لما انت بتروح تدي لعيبتك لبيراميدز وتاخد منها اللعيبه اللي هي مش عاوزاها، تاكد انك انت الاسماعيلي رقم 2. الاسماعيلي رقم 2 هو نادي الزمالك، هو اللي حصل فيه دلوقتي على خطى نادي الاسماعيلي. الزمالك بيحصل فيه زي الاسماعيلي سابقا. يبقى انت خطيت نفسك في المأزق دون لما ربطت ايدك او خلطيت ايدك مع بيراميدز. بيراميدز قاعده متماسكه زي ما هي حاليا في المركز الاول في الدوري، حاليا دوري ابطال افريقيا صاعده او تاهلت رغم الهزيمه 2-0، ولكن بيراميدز تاهلت للسيمي فاينال. النهارده الزمالك بيخسر كل حاجه وهو مش حاسس.